لو انت عاوز تروح الرحاب والنائب العام من ميدان رمسيس امام مسجد الفتح، هتركب ايه؟ انا هقول لك تركب ايه. في القاهرة الجديدة، هم في شرق القاهرة، من ميدان رمسيس، من هنا، من ميدان رمسيس قدام مسجد الفتح، في 5 ميني باصات، ومفيش اتوبيسات، وفي ميكروباصات قليلة بتروح، اللي هم الميني باصات اللي بتروح بالنائب العام والرحاب. هقول لك ايه هم. في ميني باص رقم 172 و314 و214 و50 و166. بيمشوا ازاي بقى؟ من قدام مسجد الفتح، رمسيس، غمرة، الدمرداش، العباسية، المالية، نادي السكة، جامعة الأزهر، رابعة، عباس العقاد، مصطفى النحاس، المنهل، التبة، الحي الثامن، الحي العاشر، شارع العيادة، زهراء مدينة نصر، الدائري، أكاديمية الشرطة، هايبر لولو، التجمع الأول، الرحاب، النائب العام. دول اللي هو 172 و314 و214 و166. الأربعة دول بيمشوا خط السير اللي احنا قلناهم دلوقتي، من قدام مسجد الفتح، من قدام رمسيس، بيروحوا ايه؟ النائب العام والرحاب. في ميني باص 51 بيمشي نفس الخط السير، بس مش بيطلع من الحي السابع. هقول لك دلوقتي حالا خط سيره ايه. خط سيره ايه بقى؟ رقم 50 ده، رقم 50 زيهم بيمشي، بس بيمشي ايه؟ من قدام مسجد الفتح، رمسيس، غمرة، الدمرداش، العباسية، المالية، نادي السكة، جامعة الأزهر، رابعة، التأمين الصحي، مسجد نوري خطاب، الحي السابع، شارع زكر حسين، إنبي، أحمد الزمر، وبعدين بيخش من بعد أحمد الزمر مسجد السلام، العاشر، شارع العيادة، الزهراء مدينة نصر، الدائري، أكاديمية الشرطة، وهايبر لولو، والتجمع وميدان العمل، والرحاب، والبوابات، بوابة 6 و9. كل ده بيمشي الأربع من 5 منبسات دول، ما عدا 50 بيمشي الطريق التاني، الحي السابع، والتأمين الصحي، ونيل الخطاب. دول هم اللي بيروحوا الرحاب والنائب العام. المينيباصات دي مفيش اتوبيسات ومفيش ميكروباصات، ميكروباصات قليله قوي. فالميكروباصات قليله، لكن هم دول احسن 5 مينيباصات بيروحوا من قدام رمسيس ومسجد الفتح. متشكرين جدا على حسن استماعكم، وما تنسناش تدعمونا باللايك والشير وتفعلوا الجرس. واي حد عاوز يروح اي حته، انا ابعتولي في التعليقات وانا هرد عليه على طول. شكرا والى اللقاء، متشكرين.